بيكم مع عايشة وبساطة في العيد. شوفوا أنا وراكم مش هسيبكم في أي مناسبة من المناسبات. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب. إن شاء الله عيدكم يبقى مليان فرحة وسعادة. العيد وعاداته الحلوة والجميلة اللي كلنا بنحبها، وأول عادة من عادات العيد هي صلاة العيد اللي بنستناها من أول الفجر، ونقعد نسمع التكبير والتهليل، وأول بقى ما نخلص صلاة نجري على البيت علشان نلبس طقم العيد الجديد. أيًا كان بقى سنك، كبير صغير، لازم طقم جديد في العيد، إن شاء الله بس لو حاجة واحدة، حتى لو الحاجة دي صغيرة، المهم نلبس حاجة أو نجيب حاجة جديدة في العيد. واللي ما يعرفش ده، دي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إننا لازم نجيب حاجة جديدة في العيد كنوع من أنواع الفرحة والبهجة بالعيد. نخلص بقى فقرة لبس العيد ونخش على فقرة الفطار اللي بيبقى معاها الكعك والبسكوت والبيتيفور. صحيح، بمناسبة الخناقة بتاعت الكحك ولا الكعك، والله العظيم يا جماعة أنا جاية لكم بمعلومات مؤكدة إنه اسمه كعك مش كحك. كحك ده مش موجود في معجم اللغة تماما. وبما إني طول الشهر الكريم بحكي لكم حواديت عن الفوانيس والزينة وموائد الرحمن وأصل الحواديت بدأت إزاي وفين، أكيد مش هفوت الكعك يعني وما احكيلكوش قصته. بدل ما انتوا قاعدين بتاكلوا كعك كده وانتوا مش عارفين حكايته ولا قصته، تعالوا أنا أحكيها لكم. طبعا احنا كمصريين أول الشعوب اللي بدأت في صناعة كعك العيد ده، والحقيقة اللي معظم الناس ما تعرفهاش إن صناعة الكعك دي بترجع لعصر الفراعنة. تخيلوا، أول من بدأ صناعة الكعك هم الفراعنة، والدليل على كده إنهم لقوا صور على جدران المعابد بشكل مفصل جدا لصناعة الكعك، زي مقابر طيبة ومنف ومقابر الوزير را وهو إله الشمس. ووقتها الكعك كان بيسمى بالأقراص لأنه مدور وبيشبه قرص الشمس. وطبعا ده دليل على إن صناعة الكعك صناعة مصرية قديمة 100%، بيرجع لعصر ما قبل التاريخ. وبعد كده استمرت صناعة الكعك دي على مر العصور، في عصر الدولة الرومانية واليونانية، ومرورا كمان بالعصر البيزنطي لحد دخول العصر الإسلامي، تحديدا في عصر الدولة الطولونية، ومن بعدها الدولة الإقشيدية اللي ازدهر وقتها جدا صناعة كعك العيد، وكان مظهر أساسي من مظاهر عيد الفطر. وصولا بقى لعصر الدولة الفاطمية اللي كان ليها دور كبير جدا في إحياء معظم العادات الدينية وقتها. الدولة الفاطمية كانت حريصة جدا إن هي تهتم بكل المظاهر الدينية اللي ليها علاقة بالاحتفالات علشان تدخل البهجة والسرور على الشعب المصري. ومش بس كده، الخليفة الفاطمي كان بيخصب 20,000 دينار مخصصة لصناعة الكعك بتاع العيد، وكانت المخابز وقتها بتتفرغ بشكل تام لصناعة بس كعك العيد من أول شهر رجب. وبعد كده أنشأوا دار الفطرة، ودي كانت متخصصة لصناعة كعك العيد. وبس كده خلاص، خلصنا حدوتة كعك العيد. استنوا بس، انتوا رايحين فين؟ أنا لسه ما خلصتش. تعالوا ما أخدكم معايا في رحلة في بيت من البيوت المصرية، بيت عمران بالخير والدفى والفرن بتشتغل فيه وبنشم ريحة كعك العيد. الكعك العادي بتاعنا ده اللي مرشوش عليه شوية سكر، لا فيه بقى بيستاشيو ولا نوتيلا. تعالوا نروح لبيت مصري أصيل لسه في بتعمل كعك العيد بنفسها علشان نسمع منها أكتر عن عادات العيد وطريقة خبز الكعك والبيتزيفور والبسكوت. روحوا انتوا بس هاتوا كوباية الشاي بلبن بتاعتكم، انتوا عليكم كوباية الشاي وانا عليا الكعك والبسكوت. يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا، يا ليلة العيد يا أهلا وسهلا بيكم في عيشها ببساطة في العيد، حلقة مميزة جدا ومختلفة مع مصرية جميلة عندها لسه الدفى في البيت وكعك العيد وفايبس العيد الحلو. ازيك يا طنطوطة، عاملة ايه؟ ازيك يا اسراء؟ عامله ايه انتي؟ كل سنة وحضرتك انتي طيبه وبخير وصحه. عيد سعيد عليك يا رب. يا رب حبيبتي، وعليكي وعلى كل الناس يا رب. احكي لنا يا طنط، يعني انا طبعا عارفة البيت وكل اللي فيه، ريحة البيت كده أول ما أخش كلها دفى وكعك العيد وحركات العيد وكده. احكي لنا بقى.
بصي بقى الكحك ده انا بعمل كحك بقالي اكتر من 30 سنه ما شاء الله. وقبل حتى ما يبقى عندي اولاد ولا حاجه انا كده كنت بدخل مطبخ واقعد اجرب ويفشل وينجح بعد كده ابتديت بقى ايه بحرفيه شويه كده اعمله ويبقى طعمه حلو ويلاقي استحسان من الناس وكل اللي يدوقه يقول لي جميل قوي. وعارفه كل شويه اتفوق على نفسي كل سنه اتفوق على نفسي اكتر لغايه لما وصلت يعني بعمل الحاجه كده بالسنس من غير مقادير من غير حاجه الا طبعا الحاجات وانت اللي هي مغمضه بقى إلا بس الحاجات اللي هي الحلويات الغربيه دي لا دي لازم مقادير انما الكحك كده والله بعمله بالسنس كده. طب احنا عارفين ان انت شطوره جدا يا طنطوطه، يعني انا جربت وبجرب من زمان جدا بس في ثانويه عامه. بس الجديد بقى ان حضرتك عملتي بروجكت مؤخرا. احكي لنا بقى اكتر عن صحابي يعني كل شويه يقولوا لي يكلموني انا مش في دماغي بقى ومشغوله. لا حاجتك حلوه، لا اعملي، لا سوقي، لا ده الحاجه حرام مش عارفه ايه. فالفكره كده يعني هم شجعوني بصراحه وهم عملوا كل حاجه وبنات صحابي بقوا يعملوا لنا صيد ويعملوا اللوجو يعني بصراحه انا بس كنت واقفه في المطبخ اعمل الاقي كل حاجه وهم لا بصراحه وفي مشاركه كده حتى البنات الصغيره اللي في الجامعه اولادهم بقوا يجوا يرصوا معايا. هو كل الناس بتحبك يا طنطوطه ومجربه اكلك لسنين هم قرروا. لا يعني كنت مبسوطه كانت تجربه كانت جميله قوي ان احنا يعني السنه دي كده وسعنا كده الموضوع وكان هايل بصراحه وكان في كده شغل حلو لان كنا بنعمل الحاجه واحنا مبسوطين واحنا فرحانين. كان في تعب طبعا وكان في برضه مخاطره ان انا يعني اول مره يبقى في تسويق كده بس لا كان جميل. طب احكي لنا بقى ايه الفرق بالنسبه لك ما بين كعك العيد في البيت والكعك الجاهز؟ لا ده حاجه وده حاجه. انا دقت ده والناس دقت ده والناس وده لا في فرق كبير قوي. كحك البيت بتبقي حاطه سمنه بلدي عامله جايبه الخامات احسن خامه ريحه الكحك انت بتعمليها بايدك في البيت. انما احساسي كنت ماسكه حته العجين كده هي دي بس دي حاجه انا بمسك. اولا انا حجم الكحك اللي بعمله تقريبا انت هتشوفي هتصوري كله من غير ميزان. كله عايزه اوري بس كله قد بعضه. هي تحفه اصلا يعني هي هم اصلا كله قد بعضه مفيش كحكايه اصغر. لا هناك التاني ده مكن انا بمسك العجينه بايدي كده والله بديها كده احساس حب كده روحي دي حقيقه فبتطلع الحاجه فعلا ببقى عايزه وانا بعملها الناس تبقى مبسوطه وفرحانه وده بيطلع والله. طعمها تحفه طعمها بجد يعني مش مبالغه والله لما بقعد اقول لا والبيت فعلا تخشي ريحه خبز وريحه عجين لا بصراحه فعلا الموضوع مختلف. ما شاء الله اللهم بارك. مفتقدين احساس البيوت العمرانه اللي فرناها هي بصي هو طبعا الموضوع يعني بالنسبه للاجيال الجديده ده صعب طبعا اللي بيشتغلوا والبنات وكده بس والله ان شاء الله تعملي نص كيلو دقيق هيطلع لك كميه حلوه وهتتبسطي وهتفرحي وحاجه مش شويه الحاجات دي هتندثر. فاحنا عايزين بجد يعني انا لما باجي اعمل حاجه بقعد كده اي حد تعالى معلمك واقول لك على التركات والله ده بيحصل والتجميع اللي بتبقى والله انت جيتي شفتي بنفسك دي اصحابي واولادهم والله بقى كل بنت كده تعالي بصي بنحط كذا ونعمل كذا يعني من حبي في الموضوع ده خايفه يعني يروح. عايزين قولي لنا شويه تركات كده عن الكعك. انت عايزاه ناعم شويه مثلا مقدار الكحك مثلا كيلو دقيق عليه نص سمنه ده يطلع لك كحكه مظبوط قوي. تحطي معلقتين سمسم معلقتين ريحه خميره لا سوري معلقتين ريحه كحك. ريحه الكحك دي ممكن تعمليها في البيت لو انت بقى يعني بروفيشنال. ممكن تشتريها جاهزه في اماكن بتبيعها كويسه جدا بتكون من محلب وكوبي بصين وقرنفل يعني كده شويه حاجات كده 7-8 حاجات بيطحنوا قوي يتحطوا عليها. في ناس بتبيعها جاهزه وتمام اسهل شويه. وانت ممكن تجيبي الخامات دي نفس المقادير يعني مثلا حطيتي جرام كذا يبقى جرام وتطحنيهم وتحطيهم. عايزه ناعم قوي زودي 50 جرام سمنه على نص كيلو على الكيلو الدقيق برضه هيطلع لك الكحك ناعم قوي. حطي ميه يعني هي الكيلو الدقيق ياخد مثلا كوبايه ربع ميه دافيه بالخميره بمعلقه سكر كده وتسيبيها تخمر وبعدين لما تبسي الكحك قوي كده بقى والسمنه تتشرف في الدقيق كله تروحي بقى حاطه الميه دي
ما تعجنيش بقى، العجن ده هيطلع العرق بتاع الدقيق ويخليه ناشف. انت بس مجرد ما انت بتلمي الميه كده مع الدقيق خلاص عشان يطلع يفضل دافئ كده. التركات دي يعرف يدفع فلوس كتير. لا والسمسم بقى يبقى متحمص طبعا عشان يبقى طبعا، ولما تقدحي السمنه تبقي حاطه ريحه الكحك وحاطه السمسم، فتطلع بقى الريحه بتاعت ايديها لا حلوه لا ده. ريحه، لا ريحه. طبعا التحكيه تبقى صغنونه كده يا دوبك كده، حاجه على قد الله. عايزه بقى تحشيها حاجات يعني ملبن كده. انا عن نفسي بحب كحك عين الجمل بقى، يعني يا ساده يا عين الجمل. فده بيبقى طب والبيتي فور؟ البيتي فور بقى بصي دي مقادير ثابته، ما تقدريش تغيري فيها حاجه خالص، تقللي لي سكر ولا زي يعني مثلا مقادير البيتي فور المظبوطه. انا بس بحب اشتغل بالستانز، ما بحبش اشتغل بالزبده. بخاف من الزبده ان فيها لبن فممكن تنشف لي الحاجه وكده. فده مثلا البيتي فور كوبايه سكر، كوبايتين سمنه، نفس الكوبايه هاخدها كده المج، اعايره سمنه، اعاير السكر، افضل بالمضرب الكهرباء اضرب لغايه ما يبقى زي الفوم كده، وانزل عليهم بيضتين ونص. عايزاه ناعم بيضتين ونص، صفار النص ده يبقى صفار البيضه. عايزاه يابس شويه او جاف شويه حطي 3 بيضات. بعدين بقى 4 كوبايات دقيق. برضو ما بعجنش، مفيش حاجة من الحاجات بتاعة العيد بتتعجن، كل حاجة بس مجرد بتمزجي بس كده، تمزجي الدقيق مع انا شفت دكه كده حضرتك وانت بتعملي السجان في واحد في الكامل. دي بقى لا كده هنقول كل زي بعض عشان البنات الصغيرة. ايوه طب انا هعرف منين ان الصينية الكاكاو استوت من هي غامقة؟ فانا بعمل ايه؟ بحط في وسطها بتيفورايه بيضة، السوا بتاع البيتي فور يا دوبك بس يبقى كده مشقر كده من تحت. تركات كله عايز يعرف. وتركات البيض ده لو حطيتي 3 بيضات هيطلع ناشف شويه. لو حطيتي بيضتين وصفار بيضه التالتة هيطلع دايب. ادي كده تركتين في البيتي فور. الغريبه بقى نفس مقدار البيتي فور بدون بيض، وحط كوبايه سكر، كوبايتين سمنه، واضرب برضو لغايه لما يدي فوم. تحطي فانيليا ولا تحطي حاجات فيها ريحه السمنه كده لوحدها هتديكي طعم. طب احكي لنا يا سنتوته بقى، بما انك كده ما شاء الله عندك في البيت الفايب واجواء العيد موجوده وكعك العيد والخميس وكل الحاجات الحلوه دي، بس هل برضو زمان عن دلوقتي العيد واجواء اختلفت في ايه؟ يعني انا فاكره وانا صغيره جدتي كان يسهروا بقى بالليل وخلاني يودوا السجان الفرن وييجوا يعملوا. لا دلوقتي الناس حتى كميات قلت، حتى ما بقاش يفكروا خالص، يعني نادرا قوي. عشان كده حتى لما حد بيلاقي حد بيعمل في البيت بيبقى يعني يطلب منه، لان دي حاجه نادره. حاجه انا هقول لك، انا دقت والله بدون مبالغه محلات كبيره ومحلات ليها اسم، والله دقت الحاجه بتاعتها مفيش لا طعم ولا سمنه جايه، مفيش حاجه كده، دقيق وعليه سمنه وخلاص. هو فعلا كعك البيت بيبقى معمول ايدك بتلمس العجين كده، دي حاجه يعني حاجه تانية بصراحه. والله يعني مش عايزه اقول بس اسامي، لا السنه اللي فاتت انا دقت، وحتى السنه دي لا مفيش مقارنه اصلا. لا مفيش مقارنه. طب احكي لنا بقى، بعيدا عن الكعك والبيتي فور وكده، كنت بتعملي ايه وانتي صغيره في العيد؟ انا في العيد وانا صغيره انا كنت دايما ادخل المطبخ، حتى كنت ماما بتزعق يا اخرجي من المطبخ. كنتيش لبس العيد الاجواء؟ لا نجيب لبس العيد، لازم ونجيب بيجامه ونجيب توك للعيد لا كل حاجه، ولبس العيد كله في البيت ده جديد. ونجيب لبس العيد 2 3 كمان. ما كانتش الاسعار كده، وما يعني كانت الدنيا اهدى من كده. لا لازم. ونعمل الكحك نقعد نسكر بقى ونحطه على السفره ونجيب بقى سوداني ونجيب ترمس. لا يعني لا اجواء كتيره. فربع مسرحيه. نقعد بقى في البيت ونخرج ونروح لقرايبنا ونسافر مثلا عند اهالينا يعني في البلاد وكده. طب وايه بقى بتعمليه دلوقتي من اجواء العيد؟ ننظف الشقه بنفرش، بنحط مفارش جديده، بنزوق الكحك ونحطه في الشيالات. بس كده يعني. بقى الاولاد بقى بيجيبوا لبس جديد مش عارفه ايه. طبعا هنجيب سوداني
يعني اكيد اكيد وترمس وكل الحاجات دي. بونبوني وكله ده كده يعني. طب ايه بقى نفسك حاجات مثلا ترجع تاني كانت زمان وترجع تاني في العيد، اجواء معينة؟ يعني نفسي ايه يرجع، نفسي الناس ايه ما يبقاش الدنيا ما تبقاش عمليه قوي كده، مم. لا يعني يبقى في كده في اسره وهنقعد اول يوم نفطر كلنا سوا، لا تيجي الناس يجوا من صلاه العيد، اللي ينام اللي مش عارفه، لا يعني كنا الاول كده لازم كلنا نتحرك كده اسره مع مع كلنا. بعض حاجة لا كل واحدة. لوحده يجوا نعم. يفضلوا نايمين اول يوم، لا يعني كانت الاجواء غير كده. طنطوطة انا اتبسطت قوي الله معاكي يخليكي النهارده الله بجد، يخليكي وحلقة مميزة. الله يخليكي، دوقي بقى وقولي لي رايك انا مش محتاجة ضغط، انا على طول بدوق على طول، بس بجد الحياة جميلة خلاص، هو كل حاجة تفاصيل. بجد تسلم ايدك، تسلمي يا اسراء، ودايما عامر يا يا رب. رب حبيبي، كل سنة كل سنة كده ان شاء الله. ودوقي وعملك بقى كحك كتير كتير ايوه، لا انا عايزة كعك ان شاء كتير بقى الله، نقعد ان شاء ناكل الله ان شاء الله. والشاي بلبن. قولي لي احلى حاجة هتعجبك، الكحك ولا البيتفور ولا الغريب انا ولا دقت، انا البسكويت؟ حضرتك عارفة ان انا بحب قوي البيتي امم فور الفاتح بتاع التفاصيل. الابيض اللي هو من غير كاكاو يعني. والكعك انا بحب يعني اللي كده دي الصغننه اللي انت بتعمليها عارفة دي. انا كنت بعمل اصغر من كده، بجد بس حسيت ان هو ايه بقى يعني اوفر شوية. صغنن عادي. هو لو ان في ماركة مشهورة جدا بتعمله صغير جدا صح، غالية أوي. غالي جدا يعني. انا كنت بعمل زمان الكحك قد ما قريبة. انا عايز اسالك سؤال اخير يا طنط، اتفضلي سؤال مهم جدا. اتفضلي. كنت متابعه عيشه ببساطه في رمضان؟ شفت كام حلقة كده، الوقت اللي انا كنت ببقى فاضية فيه عمالك صلاة التراويح ومش عارفة ايه. شفت كام حلقة، ربنا يوفقك طبعا وتستمري وتكبري الموضوع اكتر وكده يعني. يا رب ان شاء الله ان شاء الله، وربنا يوفقك باذن الله يا صنط. حبيبتي. انا بالنسبه لي دي شهاده لا بجد انا عجبك. لا بجد والله كام حلقة كده شفتهم ظراف وحاجات مسحراتي لا شفت كام حلقة كده كانوا جمال بصراحة. حبيبتي يا صنط، حبيبتي يا إسراء حبيبتي، كل سنه وحضرتك طيبه طيبة وعيد سعيد عليك يا علينا رب. وعلى الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله يا رب، وربنا يا رب يجعل دايما بيتك عامل يا رب كل حاجه حلوه. وجود حبايبي كلهم، ولادي واصحابهم وصحابي، يا رب. صحابي دول الغاليين عليا جدا. طنطوطة بتحبكم قوي يعني، انا من هنا احب اقول لكم ملهاش سيره غيركم، بتحبكم حبايب قلبي فعلا بصراحة، لولا دعم صحابي ليا ووقفتهم معايا في كل حاجة، اللي تنزل تجيب بستيكر، واللي تعمل مش عارفة ايه، واللي تغلف، واللي ما تنزل شاء تجيب. الله. يعني في حد منهم مثلا يوم يعني بعد الفطار، يعني فطرت تقريبا في الشارع تقريبا عشان تروح تجيب لي علب اعبي الحاجه. يا والله العظيم ما شاء الله، والله بجد دي حقيقه. دول نعمة من عند لا ربنا ربنا يبارك فيهم يا رب يخليهم ويعني دايما في ظهري كده وسند ليا. امين. وببسط طبعا في رايهم، هم لما بيدوروا الحاجه بيقولوا لي لا الحاجه كويسه، فبثق في رايهم يعني ان شاء الله تبقى فعلا زي ما هم بيقولوا. لا ده حقيقي، حاجتك جميلة يا الله صاحبتي، ما يخليكي شاء يا الله. إسراء، الله يخليكي. واخر حاجة بقى، حضرتك حافظة الحتة الأخيرة اللي بقولها في عيش ببساطة؟ اهم حاجه خليكم فاكرين ان كلنا لازم نعيشها ببساطه. برافو.